علمت قناتنا أن اللجنة التقنية الوطنية تستعد لإعلان خلال الأسبوع المقبل عن حزمة من التعيينات الجديدة على مستوى المنتخبات الوطنية السنية في إطار إعادة هيكلة الطاقم التقني وتعزيز العمل القاعدي، على أن يصدر بلاغ رسمي في الموضوع عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع بداية الأسبوع المقبل. وفي هذا السياق تقرر تعيين البرتغالي تياغو بيريرا مدرب للمنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة، خلفا لإطار الوطني نبيل بها الذي سيشرف بدوره على تدريب المنتخب الوطني لأقل من 16 سنة ضمن التصور التقني الجديد يهدف إلى ضمان الاستمرارية في التكوين والتدرج بين مختلف الفئات العمرية. وتأتي هذه التغيرات في إطار استراتيجية الجامعة الرامية إلى تطوير منظومة التكوين عبر الاستفادة من خبرات تقنية أجنبية ووطنية والعمل على إعداد قاعدة صلبة من اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلا في مختلف الاستحقاقات القارية والدولية. ومن المرتقب أن يباشر الطاقم التقني الجديد مهامه مباشرة بعد الإعلان الرسمي تحضيرا للاستحقاقات المقبلة، سواء على مستوى المنافسات الإفريقية أو التجمعات الإعدادية في أفق بناء جيل تنافسي يعكس الطفرة التي تعيشها كرة القدم الوطنية في السنوات الأخيرة.